حمزه ليه دايما بتدافع على مجلس اداره الزمالك الجديد مع ان عنده اخطاء؟ حلو قوي السؤال ده حمزه، هقول لك ليه. انا معاك جدا في اللي انت بتقول ده، انا بدافع عنهم فعلا. ليه بدافع عنهم؟ لاكتر من سبب. اول حاجه لان المجلس ده بتعاملاتي مع اطراف كتيره فيه انا شايف ان هم عايزين يعملوا حاجه للزمالك، دي نمره واحد. فبشوف انه اي كيان، يعني انا بعمل ده مع اي كيان او مع اي افراد او مع اي مجلس اداره، انا بشوف ان هو بيشتغل عشان مصلحه النادي اللي هو موجود فيه. يعني لو ده مع الاتحاد، مع استاذ وليد خطاب في المحله، مع الاتحاد ايام الحاج محمد مصلحي، دلوقتي استاذ محمد سلامه، مع اي نادي بحس ان الناس اللي فيه عايزين يعملوا حاجه للنادي بجد، مش واخدين الموضوع للشو، مش واخدين الموضوع عشان يحققوا اكتسابات او مكتسبات واهداف ومكاسب شخصيه ليهم. فواجب علينا ان احنا ندعمهم، خاصه الانديه الجماهيريه. فمش يعني فاكيد الزمالك هو من اهم الانديه الجماهيريه اللي موجوده في مصر. نمره 2 ان الناس دي تحديدا ناس نظيفه وناس من اللي الواحد يحب ان هم يكونوا موجودين في المجال الرياضي بشكل عام، لان كل واحد فيهم عنده من العقليه المفروض انه يقدر يضيف لكيانه ومنشاه رياضيه كبيره زي الزمالك. الحاجه الثالثه انه الناس دي جم بعد فتره سودة في تاريخ الزمالك، فتره يجب محاكمه كل من كان فيها، لان هي سابت الزمالك ارض محروقه، سابت الزمالك ارض محروقه، بور نشعه، ميه من كل حته، خرابه، وفيها كم ديون وكم كوارث. لك ان تتخيل ان الناس دي مسدده حتى الان بمشاركه محبين الزمالك وابرزهم المهندس ممدوح عباس ما يقارب من 400 مليون جنيه غرامات وديون على الزمالك، يعني قرب النص مليار. فعشان كده الناس دي تستاهل ان انت تدافع عنهم او تقف معاهم، مش كاشخاص او كبني ادمين، كمجلس اداره بيقف او بيحرك الزمالك او بيدير الزمالك في فتره انتقاليه ممكن الزمالك يكمل بيها كواحد من اهم يعني الانديه الشعبيه اللي موجوده في افريقيا وفي مصر، ومن اهم القوى الناعمه للكره المصريه والرياضه المصريه. يا اما الزمالك يروح يبقى زي انديه كتيره جدا ممكن ما تكون راحت نتيجه تعاقب مجالس ادارات غير كفء، مجالس ادارات فاسده اضرت او اساءت اداره هذه الانديه. ففين الاولمبي؟ مش هتلاقيه موجود. الاسماعيلي، نروح بعيد ليه؟ الاسماعيلي فين دلوقتي؟ الاسماعيلي انت كل سنه بيصارع من اجل عدم الهبوط يعني، وكان هابط السنه اللي فاتت. والاسماعيلي بيبقى ماتش دلوقتي مع اي فرقه تانية عادي، ماتش الاسماعيلي يعني خلاص ماتش مضمون بالنسبه للفرقه التانية. فين الاسماعيلي اللي كان لو بيلعب بالناشئين الدنيا بتقف على رجل؟ فاكيد المجلس ده عنده اخطاء وبنتقدهم وبطلع اقول ان انتوا غلطانين، بس في فرق كبير بين حد بيغلط وهو مفسد وفاسد وعارف ان هو مصلحته الشخصيه ولا يفرق معاه مصلحه الزمالك ولا ابو الزمالك ولا اي حاجه، اهم حاجه مصلحته هو الشخصيه واللي هو بيكسبه من ورا الزمالك واسم الزمالك. وفي فرق بين حد بيشتغل وعايز يعمل حاجه بس بيخطئ ويصيب زيه زي اي بني ادم فينا في اي شغلانه بيشتغلها، ساعات بيعمل حاجات صح ساعات بيعمل حاجات غلط. فرق كبير جدا بين حد بيجتهد وبيشتغل وبيغلط وتقول له انت غلطان، خلي بالك انت غلطت في دي، زي ما غلطوا في اداره ملف زيزو في بعض الحاجات اتفقنا او اختلفنا، زي ما غلطوا في اكتر من حاجه تانية. بس في المجمل لا، الناس دي عماله تفحت في صخر عشان ترجع الزمالك بس يقف على حيله، يعني يبقى في مرحله يبقى نيوترال، مرحله التوازن، بس مش نعمل حاجه لسه جامده ولا حاجه تقيله. فعشان كده اي ناس شبه الناس اللي موجوده في الزمالك من الناحيه الاداريه، مش بتكلم على اشخاص كل واحد ليه ليه يعني له ما له وعليه ما عليه، ولكن انا بتكلم وحتى على المستوى الاداري، لكن بتكلم على المنظومه الاداريه. اي منظومه اداريه في اي نادي في مصر وخاصه لو نادي شعبي بتحاول ان هي تجتهد وتعمل حاجه للنادي اللي هم بيديروه اللي هم ماسكينه، هتلاقيني بقف معاهم وفي ظهرهم من هنا الى ما شاء الله.